اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال، ويا صباح الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بتتابعني. ان شاء الله الفيديو ده هنشوف مطبخ العروسة. ده كده كان قبل الفرش. بصوا بقى الكراتين دي كلها كان فيها بقى الازاز والرفاية واطقم الحلل واطقم النيش الصغير اللي في المطبخ. وهنا كانت اوضه النوم الرئيسية. ده كانت المفارش والفوط والدفايات والبطاطين. ده طبعا كده كله كده قبل الفرش. ومش تنسوا العروسة كده بدعوة حلوة من قلبكم، عقبال كده أولادكم يا رب، وربنا يا رب يسعدها كده بحاجتها ويهنيها. ده كانت أول دخلة المطبخ. بصوا بقى، ده كان كده نيش صغير كده في المطبخ وفي دخلة المطبخ. ده هنا كانت الرخامة بالحوض والبوتاجاز والتلاجة وأطقم الرخامة. ومش تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. بسم الله ما شاء الله. المطبخ ده كان حلو خالص، وكمان المساحة بتاعته كانت كبيرة وواسعة. يعني ايه العروسة تاخد راحتها كمان فيه. وده هنا كانت التلاجة. بصوا بقى رفايع المطبخ. وهنا أطقم الرخامة، أطقم الصواني والسكاكين والقهوة وصواني الخشب والتوابل والبولات. حاجة كده جميلة جدا 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 جدا، يا رب كده يسعدها. هنا البوتاجاز كمان كان كريازي. انا وريت لكم النوع بتاعه لان البنات اللي بتتابعني بتسألني نوع الأجهزة ايه لما بصور المطبخ وكده. بقيت اركز لكم يا جماعة على الانواع. يعني الاول كنت بصور ما كنتش باخد بالي، يعني ما كنتش بفتكر بصراحة من كتر اللي انا كنت بصوره كده العروسة دي جايبة ايه، نوع البوتاجاز بتاعها ولا التلاجة بتاعتها نوعها وكده. بصوا هنا انا رصيت اطقم الحلل هنا، وطبعا كل طقم بالطاسات بالصواني بتاعته. ده هنا. وهنا كمان كان الجريل، وكمان كان في كده المطبخ كان فيه حتة واسعة كده حطيت فيها طبق بلاستيك كده كبير، ولميت لها في البلاستيك اللي مش هتستخدمه. وتحت هنا كمان نفس النظام. هنا طقم الحلل بالحاجات بتاعته، بالكازرولة بقى واللبانة والصواني والجريل وكل الكلام ده. هنا لدرج الرفايع. ده هنا منظم الرفايع، حطيت فيه هنا الملاحات والكذلك والسكاكين والمعالق والشوك. وتحت هنا مسكت الطعام. وطبعا هنا كمان ملاحات كده ستانلس. كل رفايع العروسة حطيتها لها كده في الادراج. وهنا المقصات وكده القوالب واللهم صل على النبي، المضرب سيليكون واللي هو التاني. وهنا الكب كيك وقشرة البطاطس والخضار. وتحت كده كمان المصافي والمبشرة ومسكت الطعام. الادراج دي بقى فيها كل الرفايع. وهنا بقى حطيت لها طقم الاستانلس اللي هو الحلل، ومعاه كمان اللي هو الطاسات اللي هو اللي زيه كده. وده هنا اول بالكب كيك. وهنا كمان بلاستيك حطيته لها كده في الجنب. وتحت كده طقم الشاورما مع الكنك. وحطيت لها كمان المصفى اللي هو للمكرونات والكلام ده كله. وكمان اللي هي الحتة دي حطيت لها فيها كده العجانات الاستانلس لان مساحتها كبيرة فخدته. هنا بقى كانت الرخامة. بصوا طقم التوابل تحت كده، وفوق كمان كده الضرفة دي كان كمان فيها إنارة، كان حلو خالص. حطيت لها فيها طقم السمك و اللهم صل على النبي. وكمان كده كوبايات وكاسات الإزاز. وهنا كمان حطيت لها كده كاسات للقهوة، فناجيل للقهوة اللي هي الصغيرة، وكاسات وكوبايات اللي هي للشاي. وفوق كده حطيت لها ترمس الشاي ومكنة غزل البنات، وكمان حفظ الطعام. وهنا بقى صواني الفرن. حطيت صواني الفرن مع بعضها اللي هي المستطيلة دي اللي هي الدهان. وحطيت كمان البايركس وطقم المنخل اللي هو الخمس قطع ده. وحطيت كمان اللي هو الصواني، في صواني كده تقديم حطيتها في جنب صغيرة. وانا حطيت اللهم صل على النبي على افضل الصلاة والسلام،
صلوا عليه كده في التعليقات، قول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت لها المضرب، وهنا العجان، وتحت كده الكيتشن ماشين اللي هي 7 قطع، كان نوعها هنا تورنيدو طبعا، والقاعده بتاعتها كانت فوق في الضرفه اللي فوقها على طول. بقول لكم بسم الله ما شاء الله، العروسه دي جايبه حاجات حلوه خالص، ربنا يا رب كده يسعدها ويهنيها بحاجتها. والله العظيم ما بقول كده عشان انا اللي رسلها المطبخ، الناس دي يعني مش هقول لكم بقى من احسن الناس، لا هم من اجدع الناس اللي قابلتهم في الشغل بصراحه. يعني كفايه اختها، اخت العروسه هي اللي كانت معايا في الشقه، بسم الله ما شاء الله عليها، يا رب كده يديها الصحه ويفرحها كده باولادها يا رب. والله العظيم في قمه الذوق والادب ما اقولكوش. ده كده كان قعده التورت، ده كان قاعدة التورته كده بتلف اللي هي البيضه اللي فوق ده. وده هنا اطباق اللي هي الالوان. وهنا بقى التلاجة هنا كانت توشيبا، نوعها توشيبا. وفوق هنا مكنة الايس كريم والميزان وحلة الضغط. طبعا انا بنقي الحاجة على حسب الضرفة اللي هي تاخدها، يعني على حسب المساحة. وحطيت هنا بقى الشفاشق البلاستيك كلها كده مع بعض. وسبت ده هنا تحت كده للمقشات، وفوق كده الضرفة اللي هي فاضية دي للمنظفات، لسه مش كنا حاطينها وكده. ده ان شاء الله هيبقى يوم الفرح. وده هنا بقى النيش اللي في دخلة المطبخ كده. طبعا الإضاءة في النيش ده عاملة شغل بصراحة يعني، في الضلفة اللي زي دي كده. هتطلعي هنا بقى طقم العشاء تحت كده. وفوق هتطلعي اللي هو الطقم اللي هو بيكون 42 قطعة، اللي هو بيكون مدهب، بيكون بقى فيه للكاكاو ولا القهوة وكاسات وكوبايات، بس كلها مدهبة. يعني بيكون نمط واحد بس أشكال مختلفة. وتحت كده حطيت مجات وطقم العشاء، وحطيت كده ايه عليهم كمان كوبايتين من اللي هما الألوان دول. وتحت كده بصوا الطقم ده كان جاي كده كله مع بعضه بس كله سادة. حطيت الكوبايات اللي هي الالوان ده في النص عشان يعني ايه تدي لون على اللون السادة ده، الابيض السادة ده. وتحت كمان بس الكوبايات اللي تحت في الضلفة اللي تحت دي كانت طبع طقم البايركس، مش كان لها في مكان في البار وفي النيش، حطيتها لها هنا. ده هنا بقى المنظم تربو، بصوا كان شكله حلو خالص. ده طبعا الحديث، ما عادش في بقى من اللي هو البلاستيك ده. ده الدوار بيتفتح كده وينقفل. طبعا ده حاجاته لسه هتيجي في العشاء. وده هنا كولمن كده صغير. وده هنا صواني حطيتها لها على الرخامه كده تحت الحوض. وصينيه كمان حطيتها لها على الرخامه كده. وده صفايه الاطباق، يعني هي جايبه صفايه اطباق على الرخامه، غير طبعا صفايه الاطباق اللي هي بتكون في المطبخ اللي زي دي كده. حطيت فيها بقى المليمين والاطباق اللي هي الملونه اللي زي دي كده. حطيت طبق احمر على الاصفر عشان يعني الالوان تمشي. وحطيت الاطباق الاستانلس. وكانت جايبه كمان اطباق المونيا. حتى واحنا برصها بتقول والله ما اعرفش، يعني اختها بتقول ما اعرفش والله هي ماما جايبه دي. قلت لها كل حاجه الام لازم بتجيب كل حاجه لاولادها، لو طايله تجيب حته من السما لا بنتها هتجيب. وهنا بقى حطيت كوبايات ومجات. وده هنا البولات الازاز دي كده، حطيتها يعني في الاتجاه اليمين والشمال. وحطيت مجات في النص. قولوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم، وعقبال كده اولادكم يا رب، والفرح دايما عندكم. مش تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. وعقبال كده اولادكم يا رب، والفرح دايما عندكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة اخر جميل. يا رب كده يسعدها ويهنيها بحاجتها، يا رب كده دايما.